النهاردة هنستكمل مع بعض رحلتي، رحلة العمرة اللي رحتها. والنهاردة هقول لكم آخر يومين في الرحلة وهما زيارتي للمدينة المنورة. يعني الأول أسلم عليكم، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في القناة. اللي أول مرة يشوف القناة ياريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس، ما تنسوش اللايك. طبعا المدينة المنورة دي جميلة جدا ومنورة ونورت بالرسول عليه الصلاة والسلام. فآخر يومين في العمرة رحناهم، يعتبروا هم يومين. هم أربعة، بس طبعا يوم سفر رايح ويوم سفر جاي ما اتحسبوش. فيومين اللي رحتهم يعتبروا يعني يومين كاملين. فطبعا ده زي ما انتم شايفين المسجد النبوي، ساحة المسجد من بره. الحريم او الستات عموما بتصلي في الساحة بره، ما بتدخلش الجامع. المسجد من جوه الله اعلم. انا كل ما اجي ادخل من بوابة يقولوا لي الستات بره، فما اعرفش بيدخلوا، في ناس بتدخل ولا لا، الله اعلم. بس انا اليومين دول صليتهم في الساحة بره. طبعا زي ما انتم شايفين المسجد مشهور بالمظلات بتاعته البيضة. المسجد كبير جدا وجميل جدا، يعني شايفين من بره يعني حاجة رائعة، فما بالكم من جوه. برضو المسجد النبوي فيه بيبان كتير جدا، تقريبا 69 باب. آه، في اكتر من كده مش عارفة بس انا بيعتبر اول باب انا بدخله او الباب القريب من الفندق بتاعي قريب من الساحات اللي بتصلي فيها الستات، فما كانش يعني بعيد عن الفندق. المسجد طبعا كان قريب، كنا بنسمع الاذان وبنروح نصلي. طبعا زي ما انتم شايفين القبة الخضراء اللي تحتيها حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والقبر بتاعه، والقبة البيضة دي تحتيه قبر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فطبعا الروضة الشريفة كان نفسي أدخلها، لكن للأسف في اليومين حاولت إن أنا أدخل. بالنسبة للستات يعني كان صعب. هو قالوا الستات بيدخلوا بعد العشاء وبعد الفجر. انا حاولت قبل ما اسافر بالتأشيرة ان انا احجز على تطبيق نسك، لقيته غير متاح. المشرف بتاعنا حجز للرجالة ودخلوا هما في الروضة، يا بختهم. الستات قالوا بيدخلوا بعد العشاء وبعد الفجر. حاولت في اليومين دول ان انا ادخل، دخلت مرة بعد العشاء، بس زي ما قلت لكم انا كنت تعبانة جدا، جالي دور برد شديد. فنسبة الستات اللي كانت موجودة عشان انا ادخل كانت رهيبة جدا، كتير جدا، وبيعملوا حاجات يعني غلط، حاجات المفروض ما تتعملش. الرسول عليه الصلاة والسلام اكيد ما كانش هيبقى مبسوط او شايفهم بيعملوا الاخطاء دي. و يعني حاجة صعبة. فما قدرتش اكمل، فطلعت، ما دخلتش للاسف. كمان الستات من غير حجز ما بيدخلوش من قدام يشوفوا آه، الروضة صح، او المنبر والحاجات بيبقى في حواجز، يعني مش زي الرجالة يعني بيشوفوا الحجرة وبيشوفوا بشكل احسن. الستات بيبقى من ورا اللي مش حاجزين. فكان يعني مفيش يعني نظام، مفيش المتعة اللي انتي مستنياها. فهو ده الفترة اللي انا دخلت فيها المسجد، يعني قعدت فيها ربع ساعة ومستنية ان انا ادخل الروضة، مستنية دوري الاقي الناس داخلة، ولا 50 ولا 60 واحدة قدامي، يعني حتى ما فيش نظام خالص. ويعني وكنت تعبانة فطلعت ما استحملتش. فان شاء الله لو ربنا كرمني مرة تانية لازم ادخل. ولازم يبقى فيه بالنظام،
يعني احاول على قد ما اقدر ان انا احاول ان انا ادخل بحجز ومن قدام. في ناس بقى دخلت عرفت تتصرف ودخلت وسط افواج حاجزة من غير ما ياخد بالهم من الامن، فيا بختهم يعني. ربنا كتب له. طبعا انا اللي قدرت اعمله ان انا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام من بره من عند القبة الخضراء، وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بعت لهم السلام، ودعينا بالدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام انه طبعا اتم الرسالة. الدعاء المعروف اول ما بنشوف الروضة او القبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا من اهم المزارات برضو اللي رحتها في المدينة هو مسجد قباء. مسجد قباء الصلاة فيه صلاة ركعتين تعدل عمرة. فانت هتاخدي ثواب لو روحتي مسجد قباء. فروحنا مسجد قباء برضو صلينا ركعتين، وبعد كده طلعنا على جبل احد. زي ما انتوا شايفين ده جبل احد. ده الجبل وجنبيه جبل الرماية اللي حصلت فيه غزوة احد، وموجودة مقابر شهداء احد. طبعا جبل احد ده جبل من جبال الجنة، وفي سوق هناك لو عايزين تشتروا حاجة. وجبل احد ليه مكانته الدينية عندنا. طبعا واحنا عارفين انه اشهر غزوة احد حصلت فيه، ورسول عليه الصلاة والسلام قال جبل احد، احد جبل يحبنا ونحبه. موجود فيه في مقبرة الشهداء هناك، اشهرهم شهداء غزوة احد، واشهرهم عم الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة ابن عبد المطلب. وفي سوق هناك، بس زي ما قلت لكم يستحسن تشتروا من مكة ارخص من المدينة. وبرضو لو عايزين تجي، المدينة مشهورة طبعا بالنخل بتاعها والتمر، طول الطريق نخل وتمر، فاشتروا التمر من هناك جميل. ودي مزرعة اسمها المزرعة السعيدة، حتى سألت المشرف اسمها إيه؟ قال السعيدة أنا فاكراه بيهزر، طلع فعلا اسمها كده. فيها جميع أنواع التمور، فيها تمر بالشوكولاتة، وفيها مكسرات وزي هايبر كده، وفيها سوق برضو بيبيع هدايا ولبس ومصليات وسبح زي ما انتوا عايزين. بس زي ما بقولكوا اشتروا من مكة أرخص. ويعني المدينة كانت جميلة. وانا اشتريت من المزرعة دي تمر وعجوة، واشتريت برضو من ساحات المسجد النبوي بره هتلاقي محلات كتير بتبيع التمور والمكسرات. وجماعة يعني بيبتدي من 5 ريال، وفي اللي لآخر يعني كتير قوي، غالي جدا. والمدينة فيها معالم سياحية كتير. بره الساحة المسجد النبوي هتلاقي متاحف موجودة بتبين سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومساجد الصحابة هتلاقيها في الطريق. البلد نظيفة جدا. الفنادق فيها ممتازة. طول ما انا ماشية في طريقي للفندق يعني حاجة رائعة وحاجة جميلة. زي ما قلت لكم هما يومين اللي قعدتهم وكنت تعبانة فيهم، فيعني اكيد في محلات واماكن رخيصة ممكن تشتري منها هدايا من هناك. ربنا يكرمنا وبعود الايام ان شاء الله، وربنا يكتب لنا عمرة مرة تانية، وبإذن الله يكتب لنا حج بيته ان شاء الله. نروح مرات ومرات عديدة انا واياكم ان شاء الله. دي كانت رحلتي. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.